منطقة كمين الموت زي ما بيقولوا أغلب السواقين، زي ما حضراتكم شايفين ورانا هنا في الخلفية، وهتشوفوا دلوقتي بالدرون أهو دلوقتي المشهد زي ما انتم شايفين لعملية تسوية المكان بإذن الله، علشان السيارات بتعمل حوادث كتير في المنطقة دي، وكانت في مناشدات كتير ان يتم تسويتها. رئيس مجلس المدينة الأستاذ أيمن ربنا يبارك فيه جاب زي ما انتم شايفين الحفارات، وشغالين على قدم وساق بفضل الله لتسوية المنطقة دي ان شاء الله. وهنستمع دلوقتي من رئيس مجلس المدينة ان شاء الله ايه اللي هيحصل في المنطقة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس المدينة أهلا وسهلا بحضرتك. احنا فوجئنا بالعمل العظيم اللي هيحصل النهارده. اهلا وسهلا استاذ محمد، واهلا وسهلا بالغنايم واهل الغنايم وابناء الغنايم جميعا، واحنا في خدمتكم في اي وقت الحمد لله رب العالمين. احنا حاليا بيتم العمل بتوسعة الطريق المنحنى الخطر اللي دايما بتحصل فيه حوادث ووفيات، وانا من ساعة ما جيت الحمد لله رب العالمين وبتعليمات من السيد الوزير المحافظ بعد العرض على معالي الوزير المحافظ وفقنا على توسعة الطريق بالتنسيق مع هيئة الطرق، واحنا الحمد لله جاري العمل بمعدات الغنايم واستعارة اللودر المجنزر ده من مركز مدينة أسيوط، والحمد لله جاري العمل، وإن شاء الله بإذن الله هتقضي على المشكلة دايما بتحصل فيها الحوادث حفاظا على أرواح أبناء ومواطنين الغنايم جميعا إن شاء الله. إن شاء الله خدمتكم جميعا، ربنا يسعدك، تحت أمركم في أي وقت إن شاء الله. ربنا يبارك فيك زي ما ربنا يحفظك. بنعمل الأعمال دي الحمد لله حسبة لله تعالى الأول، وبعدين خدمة لأبناء الغنايم وحفاظا على أرواح المواطنين جميعا. ربنا يجزيك خير. تحت أمركم في أي وقت. ربنا يبارك فيك، ربنا يجزيك خير. شكرا 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 معلم، شكرا. لا بسم الله ما شاء الله. زي ما انت على تليفونك دي محمد، والله عملنا كذا شكوى بس أيوة. بصراحه ما حدش افادنا غير الاستاذ ايمن محروس، يشكر والله بصراحه، جهود يعني كبيره وراجل محترم، والحمد لله ان هو نفذ وجزاه الله كل خير. ربنا يجزيكم خير، ربنا يبارك فيكم. المنطقه كانت بتحصل فيها حوادث كتير هنا؟ ده والله بعد العيد اللي فات دخلت نفس اليوم 3 حوادث والله ورا بعض. لا حول ولا قوه الا بالله، كانت حوادث فظيعه. والله هو امبارح كل يوم ترسيكلات وملاكيات والكلام ده، عربيات ملاكه. كان بس الفتحه دي ضيقه والكلام ده، اللي داخل مشرق فالفتحه ضيقه فيها حاجه تلبس من ورا والكلام دي. تمام، لكن دلوقتي ان شاء الله الامور هتبقى كويسه باذن الله. الله يوسعها، وكلمنا برضه على صندوق الزباله عشان الناس اللي هتعدي الاسفلت، الناس اللي كبيره في السن كده. تمام. انا نجيب صندوق هنا بكره والكلام ده، بس قلنا لها شرق الاسفلت يعني عشان الحريم بس ما تعديش الناحيه الثانيه، الناس الكبيره في السن. واستجاب معاكم؟ استجاب يا عم والله بصراحه يعني، والله ما حد استجاب غيري بصراحه. ربنا يسعدكم، ربنا يبارك فيكم، شدوا حيلكم. زي ما حضراتكم متابعين معانا وشايفين احنا جايين من الناحيه البحريه اهو. طبعا موجود رئيس مجلس المدينه اللي ماسك الموبايل ده، وطبعا السائق الخاص بتاعه. شايفين اللودرات بسم الله ما شاء الله شغاله هترفع. ده اللودر المجنزر، وده الحفار طبعا. اللي بيحصل ده طبعا بيحصل من المشاركه، وجزاكم الله خير، وربنا يبعد عننا وعن بلادنا اخطار الحوادث. زي ما انتم شايفين المنظر العلوي اهو للمكان. بيبدا معانا من الناحيه البحريه اهو زي ما انتم شايفين، ولحد ما يخلص التبه دي كلها. دي كانت مكان حوادث كبير جدا 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 بكل اسف. زي ما انتم شايفين يا جماعه اهو المكان. احنا بنحاول ان احنا نجيب لكم الصوره اعلى شويه علشان تشوفوا الوضع. زي ما انتم شايفين ده كله تم تكسيره، كل الحاجات دي تم تكسيرها اهي تمام، وتم نقلها وردم المكان بحيث ان يتم التوسعه دي هدفها حماية المواطن بالدرجة الأولى. زي ما انتم شايفين الوضع عامل ازاي، يعني بنحاول على قدر المستطاع ان احنا نقرب لكم شوية كده علشان تشوفوا. طبعا المكان ده كان موجود فيه قمامة كتير، بالإضافة لكتل من الحجارة، كتل صعبة جدا جدا التعامل معاها. يعني التراب هنا اهو، يعني نحاول ان احنا نعلى شوية كده لفوق، ايوه علشان بس نبعد عن التراب عشان اجيب لكم الصورة. نعلى حبة تاني كده، التراب زاد شوية تاني، زاد شوية تاني، هنحاول. طب كده نعلى خالص، طيب كده نطلع فوق خالص، ايوه اهو
زي ما انتم شايفين اهو، ده اللودر المجنزر، ده البجنزير، بحيث ان هو يقدر يتحرك في الاماكن اللي صعب التحرك فيها او اللي ممكن يحصل فيها انخسافات او انهيارات. بيبتدي ان هو يدك الارضيه زي ما انتم شايفين اهو، بيدك الارضيه، بيحاول ان ينقل الحاجات زي ما انتم شايفين. هنا الرئيس مجلس المدينه متواجد برضه، متواجد معانا في المكان الحدث. وهناخد الكلمه دلوقتي من الاستاذ عبد الباري. استاذ عبد الباري، دايما حاضر انت معانا في اي حاجه، يعني بسم الله ما شاء الله، وداخل بايديك، انت داخل من قدام هنا، الله يديك الصحه. الخطوه دي خدتوها ليه؟ والله زي محمد بن توجيه السيد وزير المحافظ شباب النصر والسيد مدير اعمال المحروس، وشكوا بعض المواطنين بتوسيع طريق اسيوط الغنايم الذي يؤدي الى كثره وقوع الحوادث فيه. فتم التنسيق مع المحافظه للاستعانه ببعض المعدات اللودر وخدمات مسلم المحافظه لتوسعه وتمهيد وتوسعه طريق اسيوط الغنايم، وذلك لتوفير مكان امن وممشى امن للمواطنين بمركز مدينه الغنايم. طبعا بعد الحوادث الكتير اللي حصلت، خصوصا احد المواطنين بيقول العيد اللي فات كان في 3 حوادث، الامر ده ان شاء الله بالتوسعه ما هيكونش فيه اي مشاكل ان شاء الله. ان شاء الله بالتوسعه ان شاء الله هتكون كده تزال كل العقبات وكل المشاكل باذن الله، ويتم الحفاظ على ارواح المواطنين بقدر الصلاه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جدا استاذ عبد، شكرا. زي ما سمعنا من الأستاذ عبد الباري، التوسعة الخاصة بالطريق بتتم علشان سلامة المواطنين. في حوادث كتير حصلت، في ناس كتير اتوفت، في حوادث صعبة جدا جدا وكانت بشعة فعلا، لأن التبة دي أو المنطقة دي كانت بتحجز الرؤية، وفي نفس الوقت هي ضيقة برضه في نفس الوقت، فدي توسعة وإزالة لعائق رؤية. يعني هي توسعة للطريق وفي نفس الوقت برضو إزالة لعائق رؤية. العائق ده كان زي ما انتم شايفين كان بيمنع الناس ان هي يعني تشوف في الملف. زي ما انتم شايفين العربيات بتلف ما بتشوفش ايه اللي قدامها. اللي انتم شايفينه ده يعني هيفيد ان شاء الله، هيمنع الحوادث بفضل الله ان شاء الله، حفاظا على ارواح اهلنا. ونسأل الله ان يجعل في ميزان حسنات السيد رئيس مجلس المدينة، ربنا يبارك فيه، يا ربنا يحفظه. هم واقفين في الشمس، هم الناس يعني المحليات، الاستاذ عبد العزيز والاستاذ عبد الباري والاستاذ ايمن محروس رئيس مجلس المدينة اهو برضه متواجد في المكان، بيتابع خطوة بخطوة علشان ان شاء الله بإذن الله الامر ده ينتهي، وبإذن الله ننتظر ان شاء الله التوسعة الكاملة، التوسعة اللي هتكون ان شاء الله خير بإذن الله. كنا معاكم من شبكة ابناء الغنايم، انتظرونا ان شاء الله دايما معاكم في كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.